المفروض ان موضوع حلقة النهاردة كنت محضر موضوع شبيه ليه تماما من فترة قبل كده، لكن فضلت ان ما اتكلمش فيه نهائي. لكن بكثرة المواقف اللي الواحد بقابلها والشبيهة جدا للموضوع ده، قررت ان اجي واتكلم في حلقة الاسبوع ده عن الموضوع ده، مع ان الموضوع ده ممكن يسبب لي مشاكل شخصية، بس هتكلم وامري لله، لكن باسلوب علمي وديني واخلاقي واجتماعي وبشكل عام كمان، عشان ما يجيش حد بعد كده ويقول لي قصدك ايه بالكلام ده. بقول لك ايه، بينا يلا نخش في موضوعنا على طول. من فترة حصل موقف قدامي بين بنت وشاب، موقف عادي يعني، لكن في حاجة غير أخلاقية وغير جائزة حبتين. كل يوم بتحصل مواقف عادي، لكن من يومين حصل موقف قدامي مشابه تماما للموقف الأولاني، فحصل عندي شبهة. وكمان حصل موقف تاني لا داعي لذكره بس عمل عندي شبهة برضه، فأنا قررت أجي الأسبوع ده واتكلم عن الشبهات الأخلاقية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الحلال والحرام ظاهرين وبينين قدامنا لكل الناس، كلنا عارفين إن الشيء ده حلال وإن الشيء ده حرام، لكن إحنا اللي أثرنا في الدين وحللنا لنفسنا ما حرمه الله. هو الدين بيقول إيه؟ وده يوصلنا للنقطة التانية في الحديث، وهي الأمور المشتبهات، الأمور اللي بين الحلال والحرام، الأمور اللي ممكن تكون حلال وممكن تكون حرام بحسب نية الشخص نفسه، الأمور اللي كتير من الناس بيقع فيها من غير ما يقصد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن اتقى الشبهات، يعني اللي بعد عن الشبهات، اللي خاد بالأحوط، اللي خاف من ربنا قبل ما يخاف بعد كده من كلام الناس، حتى لو كان شيء مباح وفيه شبهة فالأفضل تركه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلاص ربنا رضى عنه، خلاص خرج من دايرة الشك، خلاص فلت وحافظ على نفسه وعرضه من كلام الناس، لأن زي ما معروف إن لا أحد يخلو ولا ينجو من كلام الناس. الناس ما بتبصش إلا على الظاهر، ملهاش دعوة بالباطن ولا بالنيات ولا بما في الصدور. أنا شايف إن كل الناس يحاولوا ما يعرضوش نفسهم للقيل والقال حتى لا تظن بهم الظنون. في الصحيحين إن صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جت تزوره في الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فوهي خارجة في واحد خرج معاها يودعها، فاتنين من الأنصار شافوهم مع بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالوا سبحان الله يا رسول الله وهل نظن بك إلا خيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقد خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فالحديث بيبين إن أسهل حاجة بيتقبلها الإنسان هي الشبهات، وبعدها بتوصلنا للظن السيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. اللي خلاص وقع في الشبهات خلاص يا ويله وسواد ليله زي ما بيقولوا، خلاص وقع في الحرام وبقت عنده حاجة سهلة بالنسبة له، خلاص دخل في كلام الناس اللي مفيش منه مفر. وده سبب كبير من أسباب مشاكلنا اللي بتحصل كل يوم. لما شاب من الشباب حد يشوفه واقف مع بنت، ده ما يعملش شبهة ومشاكل؟ لما الشاب ده أو البنت دي أو ست أو راجل حتى حد يقول عليهم كلمة خارجة، ده ما يوصلناش لمشاكل؟ لما بنت ولا ست تركب ميكروباص ولا عربية جنب السواق مع إن لسه العربية فاضية ورا، ده ما يعملش شبهة ويخلي الناس تتكلم وتحصل مشاكل؟ لما واحد متجوز تكون عينه ونظراته على واحدة معينة على الملأ، ده ما يعملش شبهة ويخلي الناس تتكلم وتوصلوا لمشاكل ممكن توصل للطلاق؟ لما الناس تشوف راجل وست قاعدين لوحدهم، ده ما يخليهمش يتكلموا ويحصل عندهم شبهة توصلهم لمشاكل؟ وتيجي تقول لك بعد كده اصله صاحب جوزي، ما يولع جوزك وصاحب جوزك وعيلة جوزك كلها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحموا الموت، اخو جوزك نفسه ما ينفعش تقعدي معاه، ما بالك بقى بالغريب؟ ده الهلاك كله. انا من وجهة نظري ان معظم مشاكلنا اذا ما كانتش كلها اصلا بسبب الشبهات. وسامحونا على الانفعال، بس حاجات غريبة ومواقف بتحصل محدش بيتكلم عنها ولا بيلمح لها حتى. وادينا داخلين اهو على موسم الغيبة والنميمة، واظن الناس اللي عايشة في المناطق الريفية الزراعية هم اللي فاهمين انا قصدي ايه بموسم الغيبة والنميمة. المهم نرجع لحديثنا تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كالراعي يرعى
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، زي الراعي اللي بيرعى إبله أو غنمه حوالين شخص حامي أرضه. فلو الراعي ده ما بعدش أغنامه عن الأرض دي أكيد هينزلوا الأرض غصب عنهم وهيحصل له مشاكل بسببهم، لأن الأرض قريبة منهم جدا. فكذلك الشبهات، اللي بيقع في الشبهات خلاص بقى قريب من الحرام وأكيد هيقع في الحرام. زي ما كل ملك ليه حمى يحميه فإن حمى الله محارمه. وفي نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة صغيرة كده، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني القلب ده هو سبب كل المشاكل دي أو عدمها. فلو القلب صلح كل حاجة هتتصلح، ولو القلب فسد خلاص مات الأسد. سلام.